وكتير مننا مفيش حد إلا وشاف في أثناء حياته حلم رؤية صادقة تحقق طرف منها أو تحققت كلها. كلنا جربنا الحكاية دي. هذا النوع من الأحلام اللي هي أحلام التنبؤ بتكذب فرويد، بتكذب فرويد وشلة العلمانيين كلهم، ومش بس بتكذب فرويد، ده بتكذب كارل ماركس كمان. ليه؟ لأن الإنسان لو شاف مننا حلم ورؤية وتحققت تفاصيلها كلها بكرة، يعني معناها إيه؟ يعني معناها بكرة موجود من دلوقتي، يعني بكرة مرسوم من دلوقتي ومعلوم في مكان ما في العلم الإلهي أو العقل الإلهي، وربنا أطلعني على طرف منه. معنى كده ان كل الماركسيه تقع في الارض، لان الماركسيه مبنيه كلها على ان الماده قبل الفكره وليس الفكره قبل الماده. بمعنى ان يعني اي شيء يحصل لازم بيكون اسباب ماديه تتراكم وتعمل نتيجه، والنتائج تتسلسل في النهايه الى شيء. اما ان الحكايه تتقلب ويبقى النتيجه قبل السبب، دي مساله تقلب كل النظريه الماديه كلها، مش بس ماركس، ده كل الفكر المادي يقع من راسه اللي يتهد على طول.